السلام عليكم يا جماعة. إن شاء الله معانا حلقة جديدة النهاردة وحلقة مهمة من قناتكم قناة المزرعة. وإن شاء الله موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم عن عجل العيد، سواء حضرتك هتربي تبيع أو سواء حضرتك هتربيه لنفسك. فالموضوع في ناس كتير بتسأل فيه وناس كتير بتتكلم فيه، سواء ناس ما عندهاش خبرة أو أول مرة تجيب، أو ناس بتيجي تلاقي السعر غالي ساعة العيد فبتقول لك إيه أنا هربي عجل من دلوقتي. فإن شاء الله هنتكلم مع بعض، أقول لك إيه العجل اللي ينفع ووزن كام اللي ينفع ووزن إيه اللي تجيبه وتشتغل معاه إزاي. إن شاء الله دي كلها حاجات هنقولها مع بعض ونتعلمها مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نبدأ إن شاء الله. أولا كده خلينا متفقين، عشان حضرتك تجيب عجل لازم تجيب عجل ما يكونش أقل من 200 كيلو. طيب أقل من 200 كيلو زي إيه؟ تعالى معايا كده، خليك معايا كده يا رب الصورة بس تكون واضحة. شايف حضرتك العجل ده عجل اهو. شايف حضرتك هو مش واضح بس في الكاميرا اهو. شايف العجل اللي ورا اللي ماشي الاسمر في ابيض ده؟ يعني عجل زي ده ما يقلش عن من 200 كيلو. ما تجيش حضرتك تروح تجيب لي عجل زي ده اهو. برضو خليك معايا هوريهولك. شايف حضرتك عجل زي الابيض او زي الاحمر ده اهو، يا رب يكون واضح. ما تجيش حضرتك تجيب لي عجل زي ده، يعني العجل ده يجي 150 كيلو الابيض ده، والاحمر ده يجي ايه، يجي 100 كيلو ولا حاجه. فحضرتك ما تروحش تجيب عجل زي الصغير ده وتقول انا عايزه ايه، عايزه يطلع على العيد او عايزه يطلع معايا على العيد 400 كيلو او 450 كيلو. ليه؟ اقل وزن حضرتك لازم تجيبه عشان تبقى فاهم وتبقى عارف، لازم تجيب ما يقلش عن 200 كيلو. طب ليه 200 كيلو؟ يعني احنا لو قلنا بس بالبديهي كده فاضل على العيد مثلا كام شهر؟ لو قلنا 8 شهور يبقى فاضل معانا ايه؟ لو قلنا العجل يا عم هيديني 30 كيلو بس في الشهر، 30 كيلو اقل من تحويل، يبقى العيد اللي هو 200 كيلو ده هيجي معايا على العيد يكون مثلا 420 ولا حاجه. فطبعا ممكن يحصل معايا الشهر اللي انا اجيبه فيه، اول شهر اجيبه فيه اللي انا ممكن انقله العجل ما يرضاش ياكل، العجل ما يرضاش يعمل. فما ينفعش تجيب وزن اقل من كده، عشان خاطر لو في شهر التحويل انضرب فيه مثلا ما حولش او فضل ثابت على وزنه، حضرتك ايه، ما تيجي تلاقي العجل معاك على اخر الدورة تلاقيه مصفي معاك وعامل معاك. بس بقى خلاص مش، لا مؤاخذة يا جماعة. فدي حاجة لازم حضرتك تعرفها. طب العجل انا هتعامل معاه ازاي، او انا هجيب العجل ازاي، او انا هجيب عجل ايه؟ في الاول خالص خليني اعرف حضرتك العجل اللي حضرتك هتجيبه من السوق لازم تجيب عجل نظيف. ما تروحش تجيب اي عجل وخلاص، ولا يكون واحد عنده اي عجل وتقول انا هجيب عجل واربيه واوكله. حضرتك دلوقتي العجل غالي، العلف غالي، الدواء غالي، التحصين غالي، ده كله غالي. فانت اشتغل في النظيف واشتغل في المضمون واشتغل في الحاجة السليمة. خلاص يا خلاص ماشي، تشتغل في النظيف وتشتغل ده كله. طيب انا هجيب عجل ايه؟ طبعا حضرتك لازم تجيب عجل بمواصفات معينة ومواصفات كويسة. طيب اللي هو ازاي، واللي هو المواصفات دي هتبقى عبارة عن ايه؟ المواصفات حضرتك هتبقى عبارة عن ظهر العجل. يعني شايفين ده عجل اهو ما شاء الله عليه، اللي انا بقول لك عليه اللي هو ماشي ده، يعني العجل ده عمره حوالي دلوقتي 9 شهور. قول ما شاء الله 9 شهور. بس العجل شبعان لبن، رقم واحد. رقم اتنين العجل ظهره عريض، العجل دماغه متناسقة مع جسمه، العجل رجله كويسة، العجل صدره من قدام، فتحة صدره من قدام عريضة زي ما انتوا شايفين. العجل هو ما شاء الله واقف اهو، يا رب يكون واضح بس انا الشمس ممكن تكون مزغللة في الصورة. العجل هو ما شاء الله عليه اهو، يا رب يكون باين لحضراتكم اهو. شايفين ما شاء الله. ده برضو العجل الصغير اللي انا بقول لك عليه اهو، اللي حضرتك ايه ما تروحش تجيبه، ما ينفعش تروح تجيب. فخلينا عشان ما نطولش على بعض، بس انا حبيت اوريكم بس العجول عشان حضرتك تبقى ايه زي احنا ما اتعودنا مع بعض، الحاجه بتبقى عملي من ارض الواقع. لازم تجيب عجل نظيف. طب انا ما بعرفش اجيب عجل نظيف، خد حد معاك يجيب لك عجل نظيف. نهايه الكلام. تمام تمام. بعد كده انا جبت العجل. طيب العجل
انا اول ما ينزل المزرعة عندي لازم ارشه حاجة للطفيليات الخارجية، سواء انا عندي بهايم جوه او سواء انا ما عنديش. العجل ما ينفعش اجيبه من السوق ادخله على البهايم اللي عندي التاني، عشان خاطر لو في مرض ولا في حاجة، دي حاجة حضرتك لازم تعرفها. طيب العجل انا هرشه حاجة للطفيلات الخارجية، قلنا عندنا السيباسيل المستورد او عندنا البيتوبان، دي كلها حاجات ممكن ترشوا بيها. وفي فيديو عن الرش ممكن اسيبه لكم في الرابط، حضرتك تبقى تشوفوا ازاي ترش العجل وازاي تتعامل معاه. طيب انا جبت العجل، طبعا العجل انا هتعامل معاه ازاي؟ قلنا بالبديهي كده لو انت لسه مبتدئ، وكلام يا جماعه هنا للناس المبتدئه، معلش الناس اللي فاهمه تستحمل الناس اللي لسه مبتدئه، عشان الناس اللي مبتدئه بتسأل، فمعلش كلنا كلنا لازم نستفيد، مش عيب اللي الواحد يسأل ولا عيب اللي الواحد يتعلم، فهو بيسأل عايز يعرف يتعامل معاه ازاي. فالعجل اول حاجه حضرتك هتديها له اول ما تنزله من العربيه، قلنا هترش الطفيلات الخارجيه، قلنا اول يوم ده مفيش علف مركز خالص، العجل هينزل ويخش عند حضرتك ويخش مكانك، هو بعد ساعتين تديله شويه الميه وشويه الدريس او شويه ضراوه او اي حاجه تقدمها له، ما تقدملوش علف نهائي في اول يوم ده خالص. طيب طبعا هتيجي تاني يوم، لو عجلي مثلا لو 200 كيلو انت هتشتغل معاه 4 كيلو في اليوم، اللي هو 2% من وزنه او 2.5، حسب انت ما هتشتغل. طيب العجل ده هل انا هوكله دراس سلاج ولا هوكله تبن؟ والله طالما هو 200 كيلو ممكن حضرتك توكله مثلا، لو الفترة قلنا 8 شهور توكله مثلا 5 شهور سلاج. بس السلاج يا جماعة تحط عليه تبن برضه، عشان خاطر السلاج بيبقى حامل وحده عشان خاطر الحموضة، فالتبن بيساعد الكرش على الهضم ويساعد اللي هو يهضم السلاج مع العلف، فالتلاتة انت هتضربهم مع بعض، علف سلاج تبن، ده لو متوفرين عندك التلاتة. طب مش متوفر عندي سلاج يبقى علف وتبن، طب مش متوفر ولا سلاج ولا تبن، ما ينفعش، لازم مادة مالئة تكون موجود، ما ينفعش تحط علف لوحده، لازم مادة مالئة عشان خاطر تحسس الحيوان بالشبع، عشان الحيوان يبدأ يحول معاه. طيب انا هوكل العجل ازاي؟ هو حضرتك انت قلنا اول ما تخش معاه بالتدريج، بعد كده هتديله تحصينات، انا مش عايز اطول في المواضيع بس عشان ما اطولش على حضرتك. هتديله تحصينات سواء حمى كلاعية سواء جلد عقدي سواء سات واحد الحمى الجديدة، وهتيجي عطيله شربة ديدان وتحصين وهتيجي عطيله ايفوماك، حقنة ايفوماك، وبعد بعد 21 يوم ولا حاجة شربة ديدان، وحاجه للديدان الكبدي. الحاجات دي كلها هل هي محتاجه دكتور؟ مش محتاجه دكتور، الحاجات دي كلها انت حضرتك تجيبها وما تتخضش من اللي انا قلت لك كذا حاجه، الحاجات دي كلها على بعض كده ما تكملش 500 جنيه. لو العجلين اتنين تحصينهم بشربتهم بايفوماكهم بكل حاجه ما يكملوش 500 جنيه، بس تحصيناتهم من الوحده البيطريه، ما انا بتكلمش على المحلات اللي بره، انا بتكلم على الوحده البيطريه. تمام. فحضرتك هتبدا معاه 2 كيلو علف الصبح مع شويه التبن، طبعا بين الوجبات هتحط له الدريس. بس في حاجه يا جماعه مهمه، العلف سواء انت هتعمل خلطه على ايدك سواء انت هتشتري علف جاهز، حاول على قد ما تقدر العلف بتاعك ما تغيروش. ليه ما غيرش العلف بتاعي؟ عشان خاطر الكرش بيبقى فيه بكتيريا، البكتيريا ديت بتبقى متعودة على نوع العلف فبتهضمه، فبتتعرف على العلف ده تهضمه. لما انا اجي اغير بقى للعجل العلف مرة واحدة او اغير له العلف كده ولا كده، طبعا العجل البكتيريا ديت مش موجوده، فحضرتك لو حصل ضروب ولا حصل حاجه ممكن يحصل اللي العلف ما تلاقوش موجود، ممكن خمم العلف ما تلاقاش موجوده. طب انت هتتعامل ازاي في المرحله ديت؟ هتخش للعجل بالعلف الجديد تدريجي، واحده واحده، تبدا معاه برضو بكيلو، كيلو وربع، كيلو ونص كده، ما ينفعش تخش للعجل بالعلف مره واحده. قلنا يا جماعه عشان خاطر دي حاجة لازم حضرتك تبقى عارف، ما تجيبش وخلاص. ومواصفات العجل بتفرق معاك. ما شاء الله شايف فتحة العجل اهو، العجل حضرتك لازم يكون فتحته زي ما انت شايف كده، فتحته تكون عريضة عشان خاطر العجل يحول معاك. العجل هو برضو زي ما انت شايف اهو، فطبعا ديت زي ما قلنا الحاجات دي كلها. طيب انا هعمل ايه تاني؟ العجل انا جبته اهوت والعجل تمام وانا وكلته وانا بعلفه، العجل كل 15 يوم حضرتك هتوزن العجل. طب يا عم انا ما عنديش ميزان، انا هجيب ميزان لعجل ولا عجلين؟ ما عندكش ميزان يبقى مش مشكلة، بس هو الميزان طبعا مهم في المكان ومهم في المزرعة. بس حضرتك ليه الميزان؟ عشان خاطر تعرف العجل ده بحولك ولا ما بحولكش.
فالعجل زي ما قلنا يا جماعة هو مش محتاج كيمياء ولا محتاج خبرة عالية، بالذات عجول التسمين. كل اللي حضرتك تعمله للعجل، عجل نضيف، مكان نضيف، تحصينات، علف. هو العجل مش عايز منك غير كده، انت تتعامل معاه. ده كان سؤال واحد قالهولي، انا عايز عشان خاطر اربي العجل العيد ازاي ولا اعمله ازاي. دي كانت حاجة بسيطة، ودي كانت معلومات خط تمشي عليه. ما رضيتش اخش في تفاصيل كتير عشان خاطر ما اطولش الفيديو على حضراتكم. دي كانت حاجة، واهم ما في الموضوع يا جماعة، اهم ما في الموضوع العجل. هات عجل نضيف، هتريح نفسك وتريح دماغك وتوفر فلوسك، وتيجي بعد الفترة تلاقيه حول لك. طب انا لو جبت عجل 200 كيلو هيطلع لي على ان شاء الله العجل المفروض يحول معاك 45 كيلو في الشهر. 45 كيلو في الشهر، يعني العجل ده ان شاء الله ال 200 ده على العيد يطلع معاك اقل حاجه بالميت خالص 450 كيلو، ما يقلش عن كيلو. 450 480 كيلو لو انت شغال معاه صح. طب انا هجيب العجل ال 200 كيلو دلوقتي بكام؟ العجل ال 200 كيلو النهارده هيعمل له من 40,000 ل 42 43 حسب تقليب العجل. ممكن يوصل معاك 45 لو هو عجل توب، يوصل معاك 45,000. فحضرتك لازم تعرف دي. انا عبيت برضو اعرفك السعر واعرفك الدنيا. العجل ده هتجيب له مثلا طن علف لحد ما يطلع. انا مش عايز اخص في اسعار واخش في تفاصيل، بس انا ايه بدي لحضرتك معلومات، ايه حاجة بديهية كده حضرتك تمشي عليها. فده كان سؤال الحلقة، ومتشكر جدا لدعمكم، ومتشكر جدا لتعليقاتكم اللي بتدي الواحد دافع، اللي هو يعلق، اللي هو يتكلم، اللي هو يعمل فيديوهات جديدة، اللي هو يبقى عنده طاقة. متشكر جدا ليكم. وما تنساش تكتب لنا في التعليقات انت جبت العجل 200 كيلو او 250 كيلو، او انت جبت عجل وزن كام، والعجل حول معاك كام كيلو في الشهر. عشان خاطر الموضوع ده فيه جدال. في ناس بتقول لك انا العجل بحول معاه 20 كيلو، في ناس بتقول لك 30 كيلو، في ناس بتقول لك 50 كيلو. فاحنا لما نتعلم مع بعض فحضرتك ايه نعرف من بعض. العجل انا عن نفسي العجل حول معايا 45 كيلو في الشهر. طب بالنسبه العجل اللي هو الخليط العادي بتاعنا، عجل خليط زي العجول اللي ورا حضراتكم دي، زي العجول ديت، العجل بحول معايا 45 كيلو في الشهر. بس ال 45 كيلو دولت من فوق ال 200 كيلو، عشان حضرتك بس تبقى فاهم. من فوق ال 200 كيلو تحت كده العجل طبعا بحول اوزان اقل من كده. ففي الاخر ما تنساش تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وتشترك في القناة. وربنا يا رب يرزق كل الناس ويوسع على كل الناس، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم.